لو كنت من الناس اللي كانوا ملتزمين بالصلاة والأذكار وقراءة القرآن فجأة حسيت إنك وقعت، أحب أقولك إنك مش لوحدك. كلنا بنمر بلحظات ضعف، لكن الفرق الحقيقي بيبان في اللي بيرجع بسرعة. وقت تفتكر إنك خلاص ضيعت كل حاجة، اللي بينك وبين ربنا عمره ما يروح. طول ما أنت عايش لسه قدامك فرصة إنك ترجع. طب ليه بنقع فجأة أصلا؟ ممكن بسبب الذنوب اللي إحنا بنستهين بيها فبتبعدنا واحدة واحدة عن ربنا، أو لو إننا بقينا بنصلي وبنقرأ قرآن من غير ما نحس. وبرضه ساعات الصحبة اللي حواليك ناس مش بتشجعك فطبيعي تقع. ولما ترجع إن شاء الله ابدأ بخطوات بسيطة، أولها وأهمها توب لربنا توبة نصوحة. خصص مثلا ورد قرآني بسيط حتى لو صفحة واحدة في اليوم. حاول تصلي قيام ليل حتى لو ركعتين هيفرقوا معاك جامد. وبرضه اسمع دروس أو فيديوهات تحفزك على الالتزام. وأهم من كل ده إن لازم أن يكون عندك صحبة صح، الناس تعينك على الطاعة. وهكلمكم عن تجربة شخصية ليا. أنا لما بدأت ألتزم صاحبت على الناس من المسجد كانوا فعلا بيعينوا الواحد على الطاعة ويساعدوه في كل حاجة، ولما الواحد بعيد عنهم فعلا خسر جامد قوي. وافتكر دايما طول ما انت عايش تقدر ترجع. كفاية ان ربنا بيحب التائبين وبيفرح برجوعك اكتر من فرحتك انت اصلا. واتمنى اكون فدتكم بحاجة بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.